منصف بكرار، بن جديده، اقطاي عبد الله، وعلي محمود. هو الاهلي محتاج ده كله في المراكز الهجوميه؟ الاهلي اعلن رسميا التعاقد مع منصف بكرار جاي من دينامو زغرب الكرواتي لمده 3 مواسم، والصفقه دي بتفتح سؤال مهم جدا عن شكل الاهلي الموسم الجاي، خصوصا ان منصف بكرار مش اول لاعب هجومي الاهلي يتعاقد معاه الموسم ده. قبل منصف بكرار الاهلي اتعاقد مع 3: سفيان بن جديده، اقطاي عبد الله، وعلي محمود. علي محمود مش راس حربه، لكنه بيلعب تحت المهاجم، بيلعب صانع العاب، بيلعب جناح، فهو في النهايه في المراكز الهجوميه. كمان الاهلي جدد لحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وده معناه ان الاهلي برضه بيحافظ على اللعيبه الهجوميه الموجوده. يعني لو بصينا على الخط الامامي بتاع الاهلي هنلاقي لعيبه جديده، لعيبه جددت عقودها، لعيبه مستمره. بس السؤال دلوقتي، هو الاهلي محتاج كل اللعيبه دي ولا الزياده كانت اكتر من احتياجات الفريق؟ عشان نجاوب السؤال ده لازم نرجع للاهلي الموسم اللي فات عشان نشوف الاهلي كان عامل ايه. لو جينا نبص على الاهداف اللي سجلها الفريق في الدوري هنلاقي سجل 44 جول، يعني اكتر فريق في الدوري جاب اجوان. الزمالك بطل الدوري كان جايب 39، بيراميدز كان جايب 43، سيراميكا كان جايب 34. يعني الاهلي يتفوق عليهم كلهم في عدد الاهداف، وده مهم جدا لان الارقام بتقول ان الاهلي ما كانش عنده ازمه في الخط الهجومي، لا الاهلي كان بيسجل وكان عنده حلول هجوميه، بدليل انه اعلى فريق جايب اجوان في المنافسين. لكن ده مش معناه ان بقول ان الاهلي لا ما كانش محتاج مهاجم. لا الاهلي فعلا كان محتاج مهاجم صريح، خاصة من بدر حلو وسام ابو علي. ممكن الفريق كان معتمد على الاجنحة وخط النص، لكن برضه المهاجم لازم يكون موجود عشان يخفف الضغط عنهم، لان تسجيل الفريق لاهداف كتير مش معناه ان كل المراكز الهجومية كانت بتسجل. عشان كده التعاقد مع منصف بكرار نقطة مفهومة. واكيد السؤال مش الاهلي محتاج مهاجم، لان الاجابه الاهلي فعلا محتاج مهاجم. السؤال الحقيقي هو الاهلي كان محتاج كل التدعيمات الهجوميه دي، خصوصا ان الاهلي قبل منصف بكرار كان جايب بن جديده، وكان جايب اقطاي عبد الله، وكان جايب علي محمود، وكمان مجدد لحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ده غير وجود بن شرقي وزيزو. يعني المنافسه في الخط الامامي هتكون كبيره جدا، وده ممكن يكون ميزه لان لعيبه كتير بتدي حلول كتير للمدرب، وبتخلي كل اللعيبه عايزه تثبت نفسها، وبتدي فرصه للفريق في موسم طويل كله اصابات وايقافات. لكن برضه لعيبه كتير في نفس المراكز بتعمل مشكله عشان مش كل اللعيبه هتشارك، وممكن لاعب كبير يجي الاهلي وبرضه ما يلعبش، يلاقي نفسه دكه، وممكن لاعب كان اساسي يقل دوره بشكل كبير. لكن برضه لازم نتكلم في نقطه مهمه: محمود حسن تريزيجيه مشي من الفريق، ومحمود حسن تريزيجيه كان اكتر لاعب جاب اجوان في الاهلي، وبرضه في كلام ان امام عاشور قرب يمشي، ودي نقطه بتغير شكل الكلام خالص. وامام عاشور لو مشي خسارته مش هتبقى اهداف بس، لا ده هتبقى اهداف وصناعه وقطع كور، وعشان كده التدعيم الهجومي مش حاجه غريبه خالص. لكن برضه لازم نسال، هل كل الصفقات دي بتعوض نفس الادوار؟ لان مش اي لاعب هجومي يقدر يعوض عدد الاهداف اللي جابها تريزيجيه، ومش اي لاعب وسط يقدر يعوض امام عاشور. كل لاعب وليه دور مختلف تماما. ممكن تجيب مهاجم ممتاز بيخلص الفرص بسهوله لكن ما بيصنعش فرص في نص الملعب، ممكن تجيب جناح سريع لكن ما بيدخلش العمق ولا بيسجل. وعشان كده نجاح الميركاتو بتاع الاهلي مش هنقول بعدد اللعيبه، لازم نشوف كل لاعب هيلعب فين، وهل هيعوض لاعب رحل فعلا ولا جاي كده وخلاص. وفي وسط كل ده في عامل مهم جدا: ياسر مشي وحسن عموته جه، وده يغير الحسابات بشكل كبير جدا، لان كل مدرب ليه طريقه لعب وليه خطه معينه وليه شكل مختلف عن المدرب التاني. ممكن حسن عموته يكون عايز يضغط من قدام، وممكن يكون عايز كل ماتش لمهاجم بتاعه، وممكن يكون شايف ان الفريق عايز تنوع هجومي اكبر، خصوصا بعد رحيل تريزيجيه، وممكن امام عاشور يمشي. عشان كده الحكم على الصفقات دلوقتي طبعا حاجه صعبه جدا، لان كل لاعب ممكن يكون ليه شكل واضح في خطه المدرب، لكن برضه تغيير المدرب مش معناه خالص ان احنا نتجاهل ارقام الموسم اللي فات. طب لو الهجوم كان الافضل فين المشكله؟ تعالوا نبص الناحيه الثانيه. الاهلي استقبل 24 جون، الزمالك 17 بس، بيراميدز وسيراميكا 21. يعني الاهلي اعلى هجوم لكنه في النهايه اسوأ دفاع. يعني الاهلي كان اعلى فريق جاب اجوان لكنه برضه اكتر فريق استقبل اجوان، ده معناه ان فرق الاجوان بتاع الاهلي كان 20 لكن بيراميدز والزمالك كان 22. ودي نقطه مهمه جدا لان ده معناه ان الاهلي قوي جدا هجوميا لكن ضعيف جدا دفاعيا، وده عمل عدم توازن. الارقام مش بتقول ان كل المدافعين كانوا سيئين، لكن منظومه الدفاع ككل كانت محتاجه تتطور وتتراجع، لان خط الدفاع بيبتدي من عند المهاجم اللي بيضغط من قدام، بعدين خط النص، بعدين الاجنحه، بعدين المدافعين. لان منظومه الدفاع بتبدا من عند المهاجم اللي بيضغط، بعد كده نص الملعب، بعد كده الاجنحه، بعد كده المدافعين. ولو في مشكله في الضغط او التغطيه اكيد الفريق هيستقبل اجوان حتى لو عنده مدافعين كويسين. وعشان كده اما نجيب سيره الدفاع الاهلي لازم نتكلم على نص الملعب وعن المدافعين. وهنا نيجي لاليو ديانج. اليو ديانج نص ملعب مدافع، لاعب مهم جدا في قطع الكور وفي الضغط العالي وفي مساعده المدافعين، وهو دلوقتي ماشي عن الفريق وراح فالنسيا. يعني الفريق دلوقتي بقى محتاج يعوضه. في مروان عطيه، لكن الاهلي برضه محتاج نص ملعب تاني، وده لانك ممكن تجيب مهاجمين كتير لكن برضه نص الملعب عندك لسه فيه مشكله، وده يدي عدم توازن، وبالتالي انت ممكن تجيب جون لكن برضه متعرض للهجمات وممكن يدخل عليك
بدل الجون 2. لكن الفكره ان الارقام بتقول ان الاهلي كان محتاج يدعم نص الملعب والمدافعين اكتر من المهاجمين. الميركاتو لازم يتقيم على اساس التوازن. الاهلي محتاج لعيبه في الهجوم، محتاج يعوض تريزيجيه اكيد، يستعد لاحتماليه رحيل امام عاشور طبعا، لكن في النهايه لازم يحافظ على توازن نص الملعب بعد رحيل ديانج، ومحتاج يحل مشكله المدافعين، ومحتاج يقلل عدد الاهداف اللي بتدخل في شباكه، كمان محتاج يحل مشكله التنظيم الدفاعي، محتاج المدرب يلاقي توليفه متوازنه مش لعيبه كتير في مركز واحد. في النهايه بكرار ممكن يكون صفقة كويسة جدا، وبن جديدة ممكن يقدم حاجة، أقطاي عبد الله أكيد ليه دور كبير جدا في المستقبل، وعلي محمود ممكن يدي المدرب حلول كتيرة جدا. حسين الشحات وطاهر وجودهم مهم جدا للفريق، لكن النجاح مش انك تجمع عدد كبير من المهاجمين وخلاص، النجاح انك تعرف كل لاعب هيلعب فين، ازاي هيتوظف، هل هيعوض لاعب راحل، هل هيقدم حاجة جديدة. وده لأن الأهلي الموسم اللي فات أكتر فريق جاب أجوان ب 44 جون، لكن برضه أكتر فريق استقبل أجوان 24 جون، وعشان كده التعاقد مع مهاجم حاجة مفهومة. لكن ده خلينا نسأل، هو الأهلي فعلا كان محتاج كل المهاجمين دول، ولا كان محتاج يوزع اهتماماته بين المهاجمين والمدافعين؟ وهل الحسن عموتة هيقدر يستفاد من كل المهاجمين دول، ولا هتبقى زحمة وتعمل مشكلة في الفريق؟ الإجابة مش هتظهر دلوقتي، مش هتظهر في يوم تقديم الصفقات، إنما هتظهر في الملعب. قولوا لنا بقى في الكومنتس، هل الأهلي كان محتاج كل التدعيمات الهجومية دي، ولا كان محتاج يوازن بين نص الملعب والمدافعين؟